دابا هاد الدوار هذا اللي حدانا الحاجة شنو هو؟ سميتو بني كرامه. بني كرامة. جا ما بين تاونات وتازه. ما بين الحدود تاونات الجبليه ما بين وتازة. السلسله. هذا المكان لا يسكنه البشر. هادشي اللي بغيت نقول لك، يعني هاد بني كرامة هو واحد الدوار اللي هو صغير جدا، وهاد البلايص هادو سبحان الله، هاد البلايص هادو يعني ما كيوصلش ليهم الناس، البشر. نعم. يعني طاقتهم نقية، بقعة من الأرض اللي طاقتها نقية. علاش دابا كثروا الامراض وكنسمعوا ان الناس كله باش مريض؟ اه حكم انك من نهار كتزاد في واحد المكان كتعيش فيه والأثير عندك مخربق. وكاين الذات خلل البشريه راه ما طاقي. خلقهاش الله لهاد الامور، لا. راه خلقها انها كداوى في بعض الاماكن. فعلا فعلا فعلا. الخلوه الروحانيين كلهم العلماء الروحانيين كيقول لك الخلوه. الاختلاء ماشي غير في المكان فين انت كتعيش انواع الشياطين، لا، فعلا الاختلاء راه خصك تبعد على البشر شيئا ما، فعلا فعلا. وهذا من انواع العلاج. نوع من انواع العلاج. ماشي العلاج الروحاني، كذلك العلاج البدني الذاتي. راه الذات راه طاقه. علاش الله تعالى قال لهم وزوجناهم بحور عين؟ راه ماشي نساء، غنزوجوك بحور. الروح ديالك غنزوجوه بواحد الجسد اللي هو حور عين طاقي. حور عين يعني حور طاقي. عين يعني متجدد. العين العين اللي كتصب يعني دائم التجدد. اذا والجسد الدنيوي اللي انت لابسه حالا راه لابد له من طاقات، راه هو كيتغذى على الطاقات. فعلا. انت معيش وسط واحد المجتمع او مستنقع من الشياطين وما عمرك خرج شيء. فما يعني ما تلومش الا وصلتي لواحد السن ومرتي. سبحان الجليل جل جلاله. وهادشي كنشوفوه الحاج غير من الحال ديالي انا كشخص، يعني شخصيا انا ملي كنجي لهاد البلايص، هاد البلايص اللي ما فيهم حتى شي واحد وطاقتهم نقيه، حيت ما فيهمش دابا طاقات شيطانيه. الروحانيه ديالك المحيطه بك، الروحانيه النورانيه من عالم الملائكه، والروحانيه المحيطه بك من عالم الجن لا تاخذ صراعات حالا. لا تاخذ صراعات انيه. راه ولو انك تكون روحاني مريد، راه نعم، راه كنتي في واحد المكان ما تظنش انك غيكون عندك الاستقرار التام، الاستقرار الذهني التام. لا، راه غيكونوا صراعات في ذاك. ولكن ملي كتجي لواحد المكان اللي هو فيه الجن المتعبد، دابا هذه قلتها عن خبره يعني حفظك الله، لان هذا المكان راه فيه من الجن فعلا فعلا فعلا. الا كان باقي غافل عليك بعض الامور في علم الله وعلم اللاهوت وعلم ما وراء الطبيعه، تختلف في هذه الاماكن. ترى عجبا وتسمع عجبا. خاصنا نجيو بالليل وتسقط عليك. نعم، نجي عندك هذا بالليل. لا شك فيه. الليل كتهربوا عليا، ملي كنكون انا هنا في لا الليل كتهربوا عليا. انا كنمشي نعس كنعيا. حفظك الله. كيف انام الليل في هذا المكان؟ والله ما خصناش نعسوا فعلا. ولكن اللي لقينا الانسان واحد الجو كان اللي كان البارح بالليل فاش جيت عندك، كان واحد النجوم سبحان الله. حفظك الله. كتحس ببوابه سماء محلوله، سبحان الله، يعني التفاته كونيه اليك. الله يحفظك الخير. ملي كتقول يا رب كتحس بانها ما نزلات صافي صعدات. راه من الطبيعي انها تسحر، يعني لا شيء ما فيها حتى شي امور شيطانيه. كتقولي فيها يا رب فترتقي نفسك الى الدرجه الطاقيه التي يسمع فيها دعاؤها. فعلا. يعني داك الصوت اللي خرجيه بيقين في هذيك الساعه، أكيد لان ما عندكش ابتلاءات في الجانب ديالك. فما
كاينين. نعم. قلت لك الامر ديال الجن. الجن لما سكنوا الجبال. هذا رقيه هذه. كيف انك تمشي عند الراقي باش تعرف واش فيك الجن؟ يجي يا ولدي برك هنا وسط الجبال نشوفوا واش فيك الجن. كيفاش؟ ما غاديش تقدر تبرك. دخلتي وسط هاد الامور وكنتي ان عندك تسلط او الاختراق من لدن الشياطين ما يخليوكش تبرك هنا. علاش؟ لان غتبدا تضاربات. هذاك الشيطان اللي مختارقك ملي غتدخل انت لهاد الاراضي فيها قبائل من الجن تحكموها. ما تظنش الجن اللي في المدن، الجن اللي في المدن راه لا يسكن المدن بواحد العدد هو عظيم. يسكن الجبال والبحار. باش حيت كيف ما قلنا ديك المره ديال ان الملائكه لما هبطوا الى الارض ونسفوا الجن منهم من ذهب الى البحر ومنهم من ذهب الى الجبال واعالي الجبال. فعلا. فانت مختارقك شيطان ملي غتدخل وسط هاد القبائل من الجن غيظهر هذاك الشيطان اللي عندك. هذا امر اخر. الخلوه علاش كتكون في الجبال؟ علاش؟ وعلاش الله تعالى جعل السر في الوقوف في جبل عرفه؟ ما قدرتيش توصل لجبل عرفه، جي لاي جبل وطلع ليه وبقى تستغفر في الله وتسبح في الله، يغفر الله ذنبك. امر اخر هما التيارات اللي مرتبطه بالسماء كاينه في الجبال. البوابات اللي مرتبطه بالسماء كاينه في الجبال. سبحان الله. والحديث بقيه. وثاني واحد الحاجه الحاج بحال ما كايناش دابا هاد الطبيعه هذه ما واصلينش ليها الناس، قليل نسبه. وجوه يومئذ ناعمه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنة عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عيون جاريه. الحاج هو الحاج شو سبحان الله، هاد اللوحة العظيمة كيفاش الله خالق هاد الجبال. هادو آيات ياك قوم يتفكرون. سبحان الله. وكيفاش الله سبحانه وتعالى كيقول أن هاد الجبال وتد، واش هي مثبتة الأرض؟ لا، تبت الحياة الدنيا هي أوتاد للحياة. كاين حياة بسلام، ربما البرد ولا الريح ما يخليكش تعيش. بزاف الاشياء اللي خلقها الله تعالى ما تخليكش تعيش، فخلق الجبال. وغنقدروا نعتبروها وتد حتى العقيده ديال المؤمن، ان كيفاش الله سبحانه وتعالى خلق هو القران هاد الجبل. هو القران التفسير ديالو يسقط على عده اشياء فعلا لا شك فيه فعلا. لكن هنا الجبال اوتادا احنا ذكرناها على الحياه الدنيا. على الحياه الدنيا. نعم. زيد على ذلك امر اخر،